لو انت ركزت في الحركه دي هتلاقي ان هنا المسافه قلت قوي ما بين الراس بتاعت الكتف والعظم او الهيئات اللي فوقيها. تعال نفهم بقى الكلام ده بشكل علمي. ايه اللي حصل وادى لمشكله في الحركه؟ اول حاجه لازم تبص عليها اللي ورا دي، المثلث ده اسمه لوح الكتف. النقطه الحمراء اللي فوق دي والنقطه الحمراء اللي في الاخر دي اللي عند راس الكتف دي، ده مكان لعضله اسمها السوبر سبايناتس. فوقيهم العظمه دي اسمها الاكروميوم، وتحت الاكروميوم دي في مخده صغيره بتفصل ما بين العظمه دي وما بين المفصل بتاع الكتف، اسمها البورسا. طيب المشكله فين؟ المشكله ان انا لما عملت دوران للكتف لجوه وقعدت ارفعه، المسافه نفسها قلت ما بين الكوشن نفسها او ما بين العظمه اللي هي الاي سي وما بين المفصل. كتر الحركه دي وتكراراتها بكميات كبيره في تمارين كتيره مش الابرايت رو بس، هيؤدي في الاخر لزي اصابه او احتكاك او تاكل في الوتر نفسه، وفي الاخر هيؤدي لاصابه اسمها السوبر سباينس دينيوباثي.